السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في كورس تعليم اللغة المصرية القديمة من خلال برنامج زوم، اللي هو كورس تعليم اللغة المصرية القديمة الأونلاين. طبعا ناس كتير قوي كانت بتستغرب هو ازاي هيبقى فيه أونلاين وهيبقى فيه متابعة ولا لأ؟ طب طالما أونلاين يبقى احنا هنكسل؟ لا، الأونلاين ظهر أو بدأ إن هو ينتشر أكتر لما حصلت موضوع فيروس كورونا. طبعا احنا في اوفلاين، بس نظرا لان ناس كتير قوي لسه بتخاف على نفسها، وناس كتير، انا عن نفسي واحده من الناس، مش عايزه اخاطر باي حد بيشترك معايا في الكورس، فعشان كده رجعت بالاونلاين. الاونلاين معايا الاول كان عن طريق الايميل، ان احنا بنبعت المحاضرات وبنتابع مع بعض، ومع ذلك ولله الحمد مفيش ولا متدرب معايا حس ان الموضوع ما فيهوش متابعه او فيه اهمال، لان انا بتابع متابعه صارمه جدا، لان كل واحد اشترك معايا في الكورس هو ليه حق عليا. ولكن بدات ان انا لا، انا عايزه يبقى في كونكت اكتر ما بيني وما بين المتدربين، فعشان كده اخترت ان انا اعمل كورس تعليم اللغه المصريه القديمه الاونلاين من خلال برنامج زوم. الكورس معانا 4 مستويات، كل مستوى بيبقى 5 محاضرات. المحاضرة بتبقى يومين بتبقى يوم واحد بس في الأسبوع، بتبقى من ساعة ونص لساعتين. طيب، الدراسة هتبقى ازاي؟ الدراسة معايا بتبقى نظري وعملي، سواء اونلاين او اوفلاين. طب الاونلاين او من خلال زوم هيبقى عملي ازاي؟ اي لغة انت بتتعلمها لازم تمارسها. طب اللغة المصرية القديمة انت هتمارسها ازاي؟ هنمارسها من خلال النقوش، هنمارسها من خلال النصوص. ازاي برضو؟ اي حاجه هناخدها هنتدرب عليها، لان انا من الناس اللي ما بحبش ارهق المتدرب معايا بحيث ان هو كل شويه يقعد بقى يحفظ ويذاكر وبتاع. لا، انا كل اللي انا ببقى عايزاه هو ان انت تتدرب معايا. حتى الواجبات بتبقى نصوص، وانت بتحاول ان انت تطلعها طبعا على حسب المرحله اللي احنا فيها. بنبتدي من الأساسيات. في المستوى الأولاني الأساسيات وظهور الكتابة إزاي، وأسماء اللغة المصرية القديمة عند المصري القديم، وعند المصري القديم، ويعني إيه أنواع الخطوط، وليه ظهرت أنواع الخطوط، وهيروغليفي ده كان عند المصري اسمه إيه، والهيراتيقي ده كان عند المصري القديم اسمه إيه، والديموتيقي، وهكذا، وليه ظهروا وإمتى ظهروا. طب هل التعريف بتاع اللغة المصرية أو الكتابة زمان لما كنا بنقول إن الإنسان عرف الكتابة في العصور التاريخية لأن هي العصور اللي بدأ فيها يكتب؟ لا، ما هو أكيد ما نامش وصحي لقى نفسه هو والملك بيعرفوا يكتبوا. أكيد في إرهاصات، أكيد في مراحل، أكيد في بدايات. طب البدايات دي نقدر نقول عليها ظهرت إمتى؟ الأبجدية لما بناخدها بحفظها ازاي؟ هل بقعد كده اكتب كل كلمه واكتب العلامات بتاعتها؟ لا،